كتير مننا لما بيروح لدكتور الأسنان عشان يعالج ضرس مسوس عنده يعمل له حشوة، الدكتور بيسأله تحب أعمل لك أنهي نوع حشو؟ هو ده موضوعنا النهارده، أنواع حشوات الأسنان. خلينا نقسمهم بصوره رئيسيه لحاجتين كبار. اول حاجه اللي هو الحشوات المباشره، ودي الاسهل والاكثر انتشارا في عيادات الاسنان، هو ان الدكتور بعد ما بينظف التسوس بيحط لك الحشوه بصوره مباشره في الضرس في نفس الجلسه، ودي بتبقى جاهزه عند طبيب الاسنان. في عندنا النوع الثاني وهو الحشوات الغير مباشره، ودي ان بعد ما الدكتور بينظف التسوس بياخد مقاس لضرسك ويبعته للمعمل عشان يعمل لك حشوه صب او حشوه متفصله تفصيل مخصوصا لضرسك، وبعد كده الدكتور بيرجع يثبتها في ضرسك، ودي مشكلتها انها مكلفه جدا. هنتكلم النهارده الاول على الحشوات المباشره لانها الاسهل والاكثر انتشارا في معظم عيادات الاسنان. في عندنا منها شكلين من الحشوات، وهي الحشو البلاتيني المعدني او الفضي، والحشو الابيض او التجميلي، وفي نوع ثالث برضه بنفس لون الاسنان وهو الحشو الزجاجي. خلينا نتكلم على الحشو البلاتيني الفضي او المعدني او المسمى العلمي له وهو الامالجم. والنوع ده من الحشو هو فضل منتشر في عيادات الاسنان لعقود من الزمن، وهتلاقي معظمنا عنده على الاقل حشوه بلاتينيه في بقه. انا شخصيا عندي ضرسين فيهم حشو بلاتيني. الحشو ده كان بيتميز ان هو بصلابه كبيره وان هو بيعيش لسنين طويله، بس مشكلتنا فيه ان هو كان لونه للاسف بيكون باللون الغامق او اللون الفضي، وبعد كده بيبدا يتحول للون الرمادي الغامق. ولو انت عامل كذا حشوه في ضروسك هتلاقي شكل الاسنان مش احسن حاجه. ضيف على سلبياته برضه ان النوع ده بيحتاج ان الدكتور ينزل بالعمق جوه السن اكتر. يعني لو انت عندك تسوس بسيط او سطحي، الدكتور بيضطر يبرد في السن اكتر وينزل في عمق السن اكتر عشان يدي فرصه ومساحه للحشوه البلاتينيه ان هي تكون بسمك معين عشان ما تتكسرش بسهوله. عشان كده انا بنصحك لو انت عندك تسوس سطحي او متوسط بلاش تستخدم النوع الحشو البلاتيني عشان ما تشيلش من الجزء السليم من السن. تاني حاجة الحشو الأبيض التجميلي أو بعض الناس بيسموه الحشو الضوئي أو حشو الليزر، وده مميزاته كتيرة وهو الأكثر استخداما والانتشارا في معظم عيادات الأسنان. وده علشان إن هو بيكون على قدر التسوس فقط، ما بتضطرش إنك تشيل حاجة من السن السليم نفسه. تاني حاجة إن هو بيعشق جوه السن، والأهم برضه إن هو بيديك شكل وجمال ولون الأسنان. مشكلة النوع ده إن هو غالي أكثر تقريبا بمرة ونص من الحشو البلاتيني، وان هو بيحتاج سنسيتيف تكنيك، يعني خطواته حساسه جدا، لازم يتعمل عند دكتور شاطر بالخطوات الصحيحه بصوره كامله. واي غلطه بسيطه في الخطوات بتاعته للاسف بتخلي الحشو ما ينجحش وتشتكي منه مستقبلا. اخر حاجه الحشو الزجاجي، وهو اسهلهم في خطواته وفي طريقه استخدامه. بنستخدمه اكتر مع الاطفال، وبنستخدمه برضه مع الاشخاص البالغين اللي ما بيقدرش يفتح بقه لفتره طويله عند طبيب الاسنان، وهو برضه بيكون بنفس لون الاسنان. ومشكلته الوحيده ان عمره الافتراضي للاسف ما بيكونش طويل، وبيقع بعد ممكن سنه الى سنتين بحد اقصى.